السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس أدوبي إنديزاين. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن درس مهم جدا هيوفر عليك وقت كبير جدا وأنت شغال. والدرس ده هيكون آخر حاجة هنتكلم فيها عن الجداول. إحنا أحيانا بنبقى عاملين جداول معينة بشكل معين ونحب نستفاد بيها في شغل تاني أو في ملف تاني بدل ما نعمله من جديد، فإحنا بناخده ونستخدمه معانا فبيوفر علينا الوقت. أنت مثلا لو حبيت تعمل جدول هتيجي على تيبل كريت تيبل وتقول له مثلا انا عايز مثلا 10 رفوف في 8 اعمده بالشكل ده كده مثلا، وبتيجي تشتغل كده تمام بيجيب لك الجدول اللي انت عايزه. فباجي بقى بعمل الهيدر وبعمل الفوتر وبديله الستروك بتاعه وبديله الالوان بتاعته. فانا بستخدم طريقه تيبل ستايل بحيث ان هي توفر عليا الوقت. بخش هنا على قائمه ويندو وبختار ستايل وباجي على اخر حاجه خالص اللي هي تيبل ستايل وباجي اعمل كرييت نيو ستايل، يجيب لي حاجه زي دي كده. فتقدر ان انت تغير اسم الستايل اللي انت عايزه، هتسميه مثلا ساعه واحد. اوكي، تضغط بره كده خلاص تمام. ولما تحب بقى ان انت تحط الاعدادات بتاعتك الخاصه بيك للجدول ده هتيجي هنا في الجنب هنا وتضغط ضغطتين هيجيب لك تيبل ستايل اوبشنز. تبدا بقى انت هنا تحط الستايل نيم. هنا طبعا الهيدر رو والفوتر رو والبودي رو والحاجات دي كلها. هنا التيبل سيت اب، هتيجي هنا التيبل بوردر اللي هو اللاين الخارجي اللي هو الستروك الخارجي ده، تيجي تكبره كده مثلا، تغير لونه من هنا تمام. وهنا التايب بتاعه الشكل بتاعه عايزه كده مثلا، عايزه كده حسب ما انت عايز بتشتغل عليه. تحط اعداداتك كلها وتيجي هنا على الرو ستروك اللي هو الستروك بتاع الصفوف. تيجي هنا تختار زي ما شفنا في الفيديو اللي فات every other row، يقول لك مثلا انت عايز صف وصف ولا لا، فانت بتزود من هنا وتشوف الدنيا ايه. هتلاقي صف وصف كده. لا انا مش عايز مثلا صف وصف، انا هخليه كل الصفوف. عايز تغير لونه برضو نفس الحكايه من هنا. عايز تغير النمط بتاعه من هنا مفيش اي مشكله بالشكل ده. عايز تقلل الستروك بتاعه يبقى بالطريقه دي. وهنا التنت، عايز تقلل التنت بتاع اللون الازرق ده اللي هو السيان. اوكي نفس الحكايه هنا. لو عايز تعمل سكيب فيرست اللي هو اول صف او تاني صف تالت صف، لو عملنا كده يبدا ان هو يشيل التاثير اللي موجود او التنقيط اللي موجود ده من اول اتنين. احنا مش عايزين كده مثلا، بنرجع تاني نفس الحكايه. كولومون ستروك برضو نفس الحكايه، بتختار افري اذر وتخلي ديت كده تمام. وتبدا تزود السمك بتاع الستروك بالطريقه دي. عايز تغير لونه برضو بتيجي من هنا كده وتغير لونه. عايز تخلي النمط بتاعه مختلف بتخليه مختلف، تزود كده مثلا بالشكل ده. طبعا الحاجات دي كلها متروكه لك انت تمام. احنا مش بنتكلم ازاي نعمل، لكن احنا بنقول الطريقه ايه. واخر حاجه معانا هي الفيل تمام. بتبدا برضو ان انت تقول every other row. عايز تغير لونه هتغيرها من هنا بالشكل ده. لو بصينا كده هنلاقي العمود تحته فيه ابيض هنا اهوت. فانا ارجع على الكولومون تاني واجي على الجاب واخليه نون بالشكل ده. لو انا عايز الجاب لونه ابيض ماشي، عايز الجاب لونه احمر ماشي حسب ما انا عايز، لكن احنا مثلا خليها نون. ونرجع تاني على فايل. عايز تعمل سكيب نفس الحكايه. كل الحاجات دي انت بتقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. تمام قلنا اوكي خلاص كده ده محفوظ معانا بالشكل ده. نبدا بقى ايه نكبر شويه كده عشان يجوا كلهم مع بعض. وانا مثلا عجبني الشكل ده وعايز احتفظ به معايا بحيث ان انا اشتغل اي جدول جاي على الشكل ده. فانا باجي على تيبل كرييت تيبل او اديله اي صفوف اي اعداد، لان هو طبعا الستايل مش بيديك اعداد، هو بيديك الشغل اللي انت عامله ده لكن مش بيديك اعداد. يعني انت زي ما انت عايز مثلا 20 صف في 4 اعمده عادي مفيش اي مشكله، شمال يمين زي ما انت عايز. ولو جيت هنا كده بيقول لك هتختار ايه، نو تيبل ستايل ولا بيزك تيبل ولا سعد واحد. سعد واحد ده اللي احنا عاملينه دلوقتي تمام. عايز تخليها نو ستايل عادي مفيش اي مشكله. اوكي وبتيجي تشتغل كده بيديك اللي انت عايزه بالشكل ده. فانا لو عايز اعمل نفس الشغل ده هنا بدل ما اجي واعمله بنفس الطريقه اللي احنا عملناها وتاخد معانا وقت، لا ده انا باجي واجي هنا كده انشط الجدول كامل واجي اختار سعد واحد. خلاص كده اعطالي نفس الحاجات اللي انا عملتها في الستايل بتاعي تمام. وممكن انقل الستايل ده من ملف لملف عادي مفيش اي مشكله. نيجي لحاجه تانية، لو حبينا ان احنا نعمل ستايل معين لخليه او خانه من الخانات دي ونستخدمها في الجدول بتاعنا، هنيجي نعلم على اي خانه بالطريقه دي نحط فيها المؤشر بتاعنا ونيجي هنا على سيل ستايل اللي هي ستايل للخليه. ونفس الحكايه هنضغط هنا نيو. ممكن نغير اسمها بضغطتين كده ونغير اسمها ونيجي هنا ضغطتين نبدا ان احنا نغير الاعدادات بتاعتها. هنيجي هنا مثلا ونغير اعدادات التكست بتاعنا.
وهنيجي هنا نشوف الجرافيك بتاعها ازاي، وبرده هنا الاستروك بتاعها. لو جينا مثلا زودنا الاستروك كده تمام، اللون بتاعه بالشكل ده، النوعيه او النمط بالطريقه دي. اوكي، ده الكلر جاب مش عايزينه. وهنا سيل فيل، الكلر بتاع الفيل نفسه مثلا باللون ده، التنت بتاعها يبقى بالطريقه دي كده مثلا. اوكي، ونيجي هنا ايه لللاينز، هنلاقي هنا في 4 اختيارات، يا اما كده يا اما كده بالشكل ده، من اليمين للشمال من فوق لتحت، يا اما حرف الاكس ده. واللاين ستروك بتاعها نبدا نظبطه كده، نكبره شويه، نغير النمط بتاعه بالشكل ده، نغير لونه كده. انت ليك كامل الحريه ان انت تلعب في الحاجات دي براحتك وتقول اوكي تمام. يبقى كده اتعملت معايا السيل ستايل او الستايل بتاع الخليه. بقدر ان انا اخش هنا مثلا وعايز استخدمها، بضغط كده خلاص، باجي في اي مكان واضغط على سيل ستايل 1 بالشكل ده. احب اميز مثلا خليه معينه بالطريقه دي. تمام، هو درس بسيط وخفيف لكن درس مهم جدا، هيريحك ويخليك اسرع في الشغل بتاعك. فيا ريت ما تبخلوش علينا من الدعم واللايك والشير والسبسكرايب. وختاما، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.